السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. سعيده باش نلقاكم مره اخرى مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غنوجد معكم وصفه تقليديه لذيذه كنا كنحماقوا عليها واللي ما كتخطاناش في الاعياد ديالنا، واللي هي وصفه الهربر. هذه الوصفه اللي كانوا كيوجدوها الامهات والجدات ديالنا في ليله العيد، كيطيبوها على الفخر وكيسهروا عليها الليل كامل حتى الطيب ويقدموها في الصباح ديال العيد. وانا اليوم جبت لكم طريقه سريعه وسهله باش توجدوه بلا فخر وبلا صهير وبلا تماره، كيجي طايب ولذيذ بزاف. كنتمنى تفرجوا في الفيديو حتى الاخير، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. نخليكم مع طريقه تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. غنحتاج نص كيلو ديال القمح المقشر ديال الهربر، راه كيتباع في الحوانت، ماشي بحال قبل كانوا العيالات كيدقوه حتى تحيد ديال القشره عادي يستعملوه. دابا راه موجود في الحوانت، واللي غسلتوه مزيان ورطبتوه في الماء بارد واحد 3 سوايع. ممكن ترطبوه مده اقل من 3 سوايع. كنديرو في كوكوط بالماء ديالو، كنزيد الملحه الكافيه على حسب الذوق، وكنضيف الماء الكافي اللي غيطيب لينا هذا القمح، وكنزيد شويه ديال زيت العود، نزيد شويه ديال الماء كما كتشوفوا. كنسد الكوكوط مزيان، كندير الصفاره وكندير الكوكوط ديالي على نار مهيله بزاف بزاف، وكنخليها حتى يطيب مزيان داك هربر. كل مره كنحركوا الكوكوط نشوفوا واش باقي فيها الماء. مجرد ما كيطيب عاد غنحلو عليه، وها هو نتوما كتشوفوا كيف تيجي ملي كيطيب، كيجي طيب مزيان هانتوما، وما لصقش ليا نهائيا، ما كيلصقش نهائيا، ما تخافوش كيجي عاقد. دابا غنزيد عليه شويه ديال الحليب اللي غيكفيني. غنخلط باش نشوف. هو الصراحه كيبغي الحليب مزيان، كنظن غنزيد واحد شويه. غير شويه، فوالا صافي. ممكن ديروا كتر او لا اقل على حسب الرغبه ديالكم. وكنديروا على عافيه مهيله ونخليه يطيب شويه او لا يغلى شويه، يغلى هكاك واحد ربع ساعه ثلث ساعه باش يعقد لينا اكثر ويشرب لينا داك الحليب. طبعا مع التخلاط باش ما يلصقش، ومن بعد كنطفيو عليه. فوالا هو الهربر ديالي من بعد ما طاب نتوما كتشوفوا. خليته تبرد شويه وجمع راسو، عاد درتو في الطبسيل كما كتشوفوا، وقدمته مع شويه ديال العسل والزبده مذوبه. هانتوما كتشوفوا كيجي رائع وواقف. هانتوما طريقه سهله وسريعه، ما محتاج باش نسهروا عليه الليل كامل. دابا ولات الكوكوط سهلت علينا المأموريه، ماشي بحال قبل. وكما قلت لكم كندهنوه بشويه ديال العسل والزبده. ممكن ديروا اي حاجه بغيتوها نتوما على حسب الذوق. وكنأكد لكم كتخليوه شويه حتى يبرد شويه، حتى يدفى شويه باش يجمع راسو واللي بحال هكا ما يكونش جاري. انا غنوريكم كيف تيجي القوام ديالو. هانتوما كيجي عاقد، والصراحه لذيذ بزاف بزاف.
وهذه هي الطريقه المعتمده عندي بلا فخر وبلا تماره. طريقه سهله وسريعه كيجي بها هربل لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. كنديرو في الليله ديال العيد ونخليه حتى الصباح ونقدموه في الفطور، وكنديرو حتى في الايام العاديه للعشاء. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم، وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.